ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة إعدادي، النهاردة هناخد الجزء الثاني من درس ثورة الشعب المصري وتوليد محمد علي. احنا وقفنا عند حملة فريزر مارس عام 1807، وقلنا الأسباب بتاعتها إن انتهزت بريطانيا فرصة تدهور علاقاتها مع السلطان العثماني، فقامت بإرسال حملة عسكرية على مصر في مارس عام 1807. وإيه الهدف بتاعها؟ احتلال مصر وخلع محمد علي من الحكم وتثبيت تابعها محمد بيك الألفي المملوكي. النتائج بتاعتها هزيمة الحملة في رشيد وحماد، وأيضا جلاء الحملة عن مصر مقابل الإفراج عن الأسر، ودخول محمد علي الإسكندرية منتصر. دي حملة فريزر عام 1807 في مارس. تمام؟ هناخدوا الزعامة الشعبية. محمد علي أراد أن ينفرد بالحكم دون وصاية أو رقابة شعبية. هو عايز ينفرد بالحكم دون وصاية ورقابة شعبية، مش عايز حد يراقبه ولا حد يوصيه ده تعمل ايه ولا تفعل ايه. تمام؟ وأيضا إدراكه قوة الزعامة الشعبية بقيادة السيد عمر مكرم. أدرك محمد علي إن الزعامة الشعبية قوية جدا، تمام، بقيادة مين؟ السيد عمر مكرم، والمتمثلة في دورها في توليته الحكم، وأيضا القيود التي فرضتها عليه عند توليته الولاية. بيقول لك إن الولاية الزعامة الشعبية دي قامت بتولية محمد علي، وممكن تعزل محمد علي، وأيضا قامت بفرض قيود على محمد علي عند قبوله الولاية، فهو خاف من تلك الزعامة فأراد أن يتخلص منها. تمام؟ لذلك أخذ محمد علي يترقب الوقت المناسب للتخلص من السيد عمر مكرم. وأيضا نجح محمد علي في التخلص من السيد عمر مكرم. نجح في التخلص منه ليه؟ بيقولك بسبب انقسام القيادات الشعبية فيما بينها حول تقدير عمر مكرم ومكانته بين الناس. محمد علي رأى إن الناس بتقدر عمر مكرم والمكانة بتاعته بين الناس كويسة جدا، فأراد أن يتخلص منه. هو خاف منه ممكن يعزلوه ويعينوه هو، صح ولا لأ؟ لأن هو مكانته بين الناس كويسة جدا. فأخذ منافسوه يدسون له عند مين؟ عند محمد علي. المنافسين بتوع السيد عمر مكرم يسلطوا محمد علي عليه، ومحمد علي انتهز الفرصة وأقدم على خلعه من نقابة الأشراف. قام محمد علي بخلع السيد عمر مكرم من نقابة الأشراف، وأيضا إبعاده ونفيه إلى دمياط عام 1809. ده اللي عمله محمد علي مع السيد عمر مكرم في الزعامة الشعبية. تمام؟ بيقول لك استغل محمد علي فرصة الأزمة الاقتصادية نتيجة من انخفاض منسوب النيل بمصر في أغسطس عام 1808 ليتخذ بعض القرارات التي تحقق له أغراض السيطرة والانفراد بالحكم. هو رأى إن في أزمة اقتصادية في مصر، فاتخذها فرصة ليه إن هو ينفرد بالحكم. تمام؟ تعالوا نشوف اتخلص ازاي من المماليك. تخلص محمد علي من المماليك بما تفسر، لأنه كان يرى أنهم مصدر للقلق والفوضى. هو رأى أن المماليك دول مصدر للقلق والفوضى، لأن هم بقائهم في البلد هيأثر عليه أو هيخليه قلق وظهور فوضى في ذلك البلد. فقام باتخاذ عدة أساليب للتخلص من المماليك. دلل حيث قام بحرمان المماليك من تولي المناصب الرفيعة في الدولة، مثل منصب شيخ البلد. حرم المماليك إن هم يتولوا مناصب رفيعة في الدولة مثل منصب شيخ البلد. وأيضا مطاردة المماليك في كل مكان، قام بمطاردة المماليك في كل مكان. وأيضا تدبير مذبحة تسمى مذبحة القلعة الشهيرة في مارس عام 1811. وبالتخلص من المماليك تمكن محمد علي من الانفراد بحكم البلاد والتي أرادها ببعد نظره وطموحه في مصاف الدول الأوروبية الحديثة. يعني محمد علي قام بمذبحة القلعة.
في مارس عام 1811. تمام. عمل ايه؟ عزمهم كده في مكان اسمه القلعة، في احتفال ان هو بيحتفل بالانتصارات بتاعته. فبعد ما عزمهم كده واكلهم وهم طالعين كده، فقفل الباب وبدأ ايه؟ يضربهم بالبنادق والأسلحة، وقضى عليهم في تلك المذبحة. وانتهت المماليك في ذلك المذبحة، وأدى ذلك لانفراد محمد علي بالحكم وتحقيق طموحه في مصاف الدول الأوروبية. تمام. يبقى قام محمد علي بالتخلص من المماليك بما تفسر أنه كان يرى أنهم مصدر للقلق والفوضى. واتخذ محمد علي عدة أساليب للتخلص من المماليك دلت، حيث قام بحرمان المماليك من تولي المناصب الرفيعة في الدولة مثل منصب شيخ البلد، وأيضا مطاردة المماليك في كل مكان، وأيضا تدبير مذبحة تسمى مذبحة القلعة الشهيرة في مارس عام 1811. والتخلص من المماليك تمكن محمد علي من الانفراد تماما بحكم البلاد والتي أرادها ببعد نظره وطموحه في مصاف الدول الأوروبية الحديثة. وبكده احنا نكون خلصنا الدرس. تعالوا ناخد مراجعة بسيطة على الدرس كله. يبقى احنا عرفنا ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي، وعرفنا القوى المتسارعة على الحكم اللي هي المماليك والعثمانيين والإنجليز. ويقول لك تولية محمد علي للحكم، بدأت الدولة العثمانية تستعيد حكم البلاد، لكن الشعب المصري قام بالعديد من الثورات، أشهرها ثورة الشعب المصري عام 1804 بسبب فرض الولاء الضرائب. وأيضا خشي محمد علي أن تصيب الثورة جنوده، فانضم إلى العلماء والمشايخ واختلط بالأهالي الساخطين، واقترح تعيين خورشيد باشا واليا على مصر، فاكتسب ثقة الشعب. وأيضا انحاز محمد علي للشعب، واكتسب محمد علي ثقة الشعب. اجتمعت الزعامة الشعبية عام 1805 بدار المحكمة، واختارت محمد علي حاكما بشرط أن يسير بالعدل وألا يبرم أمرا إلا بمشورته. تمام. ده درس محمد علي الكامل. الحصة الجاية إن شاء الله هناخد درس محمد علي أو محمد علي ومصر، أو مصر الدولة الحديثة. محمد علي وبناء مصر الحديثة. وبكده نكونوا خلصنا الدرس الثالث من الوحدة الثالثة. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو اكتبولي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.